بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم ازاي اوصل الاعمدة على التوالي والتوازي. اول حاجة نعرف يعني ايه توصيل الاعمدة على التوالي، نعرف فكرة توصيل الاعمدة. يعني التوصيل على التوالي ازاي بيوصل القطب الموجب بالقطب السالب. طيب ايه فايدته؟ ليه بعمله؟ ازود القوة الدافعة الكهربية. تمام. طب احسب قوة الدفع الكهربية ازاي؟ هقول قاف واحد زائد قاف اتنين زائد قاف تلاتة، بس تكون الأعمدة متماثلة. إذا متماثلة هقول إيه؟ ممكن أقول القانون إيه؟ نون في قاف، نون اللي هي عدد الأعمدة، يعني عندي 3 أعمدة 4 أعمدة بس تكون متماثلة. طب نشوف التوصيل على التوازي. يوصل القطب الموجب بالقطب الموجب والقطب السالب بالقطب السالب. طيب ايه هنا بعمل فيه القوة الدافعة؟ هي للعمود الواحد، يعني بتفضل قوة الدافعة ثابتة. ان شاء الله لو وصلت 10 أعمدة بدل موصلة على التوازي هي القوة الدافعة ما تتغيرش. طيب ناخد تطبيق عملي نشوف المثال. هنا بيقول لديك 3 أعمدة متماثلة، القوة الدافعة الكهربية لكل منها 1.5. وضح بالرسم كيف يمكن توصيلها للحصول على قوة دافعة مقدارها مرة 1.5 مرة 3 فولت مرة 4.5. محدش يجي يسألني أنا هوصل على التوالي ولا على التوازي، لا، أنت تشوف هو أجل قوة الدافعة الكهربية كام وتفكر أنت هتوصل إزاي. الأول يعني هو بيقول لك عندي 3 أعمدة، أهو الأولاني وهو الثاني وهو الثالث، كل واحد من دول كام؟ 1.5. أول مثال طالبه عايز 1.5. عشان نخلي القوة الدافعة الكهربية ثابتة لازم أوصل على التوازي. يعني على التوازي القطب الموجب بالموجب والقطب السالب بالسالب. يبقى أنا هنا عايزة أثبت القوة الدافعة الكهربية، أوصل ال3 أعمدة على التوازي. نرسمهم زي ما احنا شايفين كده. هعمل سلك الأول من القطب السالب وسلك تاني من القطب الموجب، وأوصل العمودين التانيين معه السالب بالسالب، وأجيب العمود التاني معاه سالب، وهو هنا الموجب بالموجب ده والموجب هنا بالقطب الموجب. يبقى هنا وصلت قطب الموجب والموجب ببعض، وهنا وصلت قدامي طبعا قطب موجب وهنا السالب بالسالب وعمل لي طرف للقطب السالب. هنا القوة الدافعة الكهربية هتبقى ايه؟ طبعا هنا كل واحد فيهم 1.5. هل هجمعها؟ لا طبعا، لان احنا قلنا التوصيل على التوازي تظل القوة الدافعة الكهربية ثابتة، يعني قاف بتساوي 1.5 فولت. طيب نشوف المثال الثاني. 3 فولت. 3 فولت يعني هنا زادت القوة الدافعة الكهربية، بس أنا محتاج هنا كام؟ عمودين بس، ده 1.5 1.5 هيدوني 3 فولت. طب العمود الرابع ده عايزة ألغيه، هل مش هوصله؟ لا. نشوف عشان نلغي عمود لازم تحط قاعدة أوصله على التوازي. يبقى هنا أهو هوصل العمود اللي أنا مش عايزاه على التوازي. هطلع القطب السالب أهو بالقطب السالب، وهنا القطب الموجب بالقطب الموجب. طيب فضل عندي عمود، الاتنين دول طبعا مع بعض ده 1.5 1.5، السالب بالسالب والموجب بالموجب، الاتنين دول هيدوني قيمتهم 1.5. انا قلت القوة بتبقى ثابتة. طيب فضل عمود هوصله ازاي؟ على التوالي، اهو الموجب بالقطب السالب. خلاص يبقى هنا عندي ده 1.5 الأولانية مع ده على التوالي هوصله، يبقى 1.5 هجمعهم مع بعض هيدوني 3 فولت. يبقى هنا استخدمت التوصيلين توازي والتوالي. لما أكون عايزة ألغي عمود أوصله على التوازي مش أرميه برا. تمام. طب نجي نشوف الأخيرة. 4.5 فولت كده زود القوة الدافعة الكهربائية. يبقى هوصلهم ازاي؟ على التوالي. اهو الرص الأعمدة بتاعتنا هوصل اهو القطب الموجب، طبعا القطب الموجب بالسالب، هنا الموجب بالسالب، 1.5 زائد 1.5 زائد 1. ليه بنجمعهم؟ لأن احنا قلنا القوة الدافعة في التوالي بتتجمع مع بعض. هيساوي كام؟ 4.5 فولت. طب يبقى في قاعدة كده عايزين نفتكرها احنا لما نجي نوصل. أول حاجة أنا عندي التوصيل نوعين. توصيل الأعمدة بيبقى عندي نوعين. التوصيل الأول عندي على التوالي، والتوصيل الثاني على التوازي. أجي هنا إذا عايزة أوصل في توصيلين توازي وتوالي أبدأ بالتوازي الأول. إذا عندي زي هي الرسمة دي عندنا فيها توازي وتوالي، أبدأ بالتوصيل. شفتونا رسمنا إيه؟ التوازي أولا. ليه بعمل التوازي الأول؟ عشان ألغي العمود اللي ملوش لازمة كأنه مش موجود. إياكم تغلطوا الغلطة وما توصلوش في الدايرة خالص. تلغيه إزاي؟ توصلوا على التوازي.
طيب عايزين كده ناخد مثال تعملوا تطبيق مع نفسكم. لديك 4 أعمدة، بيقول قوة دافع لكل واحدة فيهم 2 فولت. وضح بالرسم ازاي تحصل على قوة دافع تكون 4 فولت، بس ارسمها بطريقتين مختلفين. يلا كده شغلوا ايدينا ونشوف، اعملوا تطبيق عملي اللي احنا خدناه، وان شاء الله اشوف يا ريت اشوف الحل. شكرا ليكم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.